السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لسه طالعين طازة في سكة 10 دقايق كده كنا ملاعبين ماجنس مصر. اوكي، انا كنت في الاستريم تبعه فقلت ابعت له جيم على ليك تشيس، فهو قبل ويلا بينا نخش على الجيم بدون تحضير للتحليل ولا اي حاجة. انا ابتديت الاوبننج المعتاد تبعي كوينز جامبت باللاينات تبعي اللي انا بلعبها على طول في الاستريم. انا هنا الانج بيقول له كل، بس انا باخد مساحة متبوعة بكام ببي 4. اوكي، هو اكل بالبي ده، فانا جيت هنا كل واحد ايه شاف حلو، لكن الانج بيقول لي كل ياكل بالنايت عليها تاكل وحالة كويس وعنده بين راكبين، لكن انا بلعب عادي سواعد اكلة، بلعب الدفعة البيضاقية. هو اكلت عطى دفع في وشي، رحت رجعت تمام. هو بيت، انا انتشرت بالحصان، ممكن افكر نايت هنا هو لعب نايت. انا هنا اي ازعاجات جاية من النواحي دي مش بحبها، سواء كانت موجودة او لا، فتأمينيا بفتح نفس عشان لما اجي ابيت. هو لعب بيشب، انا جيت كوين. انا بلعب بالشكل ده عادي جدا عامة، فهو لعب نايت هنا جه بتيمبو. كان المفروض الاول العب دي قبل ما اجي عشان احمي هذه الفكرة. اوكي، لكن انا جيت هو جه اكل انا البيضة. جه هنا طالب بيضة، ورحت رجعت حميت البيضة. اوكي، هو جه هنا رك على عمود عادي. جيت نايت عايز اخلص قال لي لا يا عم. قلت له يا عم خلاص، طب سيبنا بعيد. واحد جه هنا سموف بيتجنب اي ازعاجات، اي مساحة ممكن اخدها. اوكي، انا جيت هنا عايز العب بي 4. هو جه هنا، هو ابتدي بصراحة ازعجتني، عايز العب نايت هنا. تعال نكسر يا عمنا وكسر واكل كده، لكن الانجن بيقولك فين ذا ماما بالروك بياخد بايدك. فانا ما لعبتش كده، جبت الاول روك عشان عايز العب الفكرة نايت بي 1. اوكي، هو لعب دي تقريبا عايز يخش بوم او كده، فانا لعبت نايت بي 1 اللي انا حاببها. هي ما زالت حتى الان غير دقيقة، لكن الموقف تعادل. فهو ما شافش ان انا طالب الوزير وطالب تكسير وزة ولعب بشر، نسي الوزير. فانا اكلت الوزير وهو اكل الوك عادي. تمام. جيت طلب بيضة حميته وطالب بيضة، فراح لعب البي 5. يجيب بالنايت، جه هنا يربط الوخين بس غير متصلين. انا هنا اولا كنت عايز اجيب الوك كده باي طريقة، عايز اكسر. انا عايز اكسر ماتيريال واكسب. انا عارف ان انا بكسب، لكن انا بلعب واحد 2400، عايز اكسب باسهل طريقة. فجيت هنا كوين طالب نايت هنا ونكسر. هو جه وك، فانا جيت نايت هنا بتيمبو. لو هو مثلا طنشني وجه وك هنا، بكسر وباخد بيدا، فليست افضل شيء. فهو راح ايه كسر، اكلت اكل بيدا. قلت اضرب الوسط وافتح الدنيا بقى، انا ايه معايا ماتيريال. اوكي، واحد جه طلب الحصان ورحت حميته بوك. اكل بيدا في بيدا، اكلت بالنايت عايز انضم بالنايت بالهجوم، لكن انا سبت بيدا. يعني سبت بيدا يا عم، انت واخد مكانه بيدا ايوه، لكن بيداين تبعه دول سالكين. فجيت هنا بالنايت عايز اعمل اي كنترول، عارف ان هو هيجي بالبيادق، فجبته وراح حماه. جيت بوك بضغط حما. جيت نايت هات بتم نايت بتيمبو واحد ده يا باشا. واحد نزل بوك هنا، نزل بوك بتيك، فانا كان لازم اطلع بعديها حما. اوكي، رحت جيت هنا عايز ممكن يدفع يا عم ويخسر البيضة. لا، هو هيجيب بوك حما. عارف في حاجة لسه جاية في بالي، كان ممكن العب دي يا باشا. دي والله كانت حلوة. لو دفع نزل بكش اكسر بكش، بعدها لما يطلع اجي هنا خلاص والدنيا تبع 100 فل وعشرة، لكن انا ما عملتش كده. قلت له تعال نكسر، راح هو كسر عشان انا كنت طالب بيضة. لو هو ما كسرش وعنده بيادق، انا بقى هنا
من البيادق دي، بدايين سالكين، ودلوقتي مفيش قطع كتير تراقب، هو الحصان والوزير اللي بيراقبوا. لكن في حاجة نسيتني، هو جاي طالب بيدق، فأنا عايز أكسب بأسهل طريقة. قلت له نايت في بيدق، قل هات يا عم أنا معايا وزير يا عم ضد روك. لكن الفكرة إن أنا نسيت بيدق، والوك كده عزل الملك عن التقدم. جيت عايز أتقدم، مفيش تقدم، بحاول أتحرك. راح عطاني كش جديد، هنا بقى عطاني الكش دي مما سمح لي إن أنا أجي هنا. جه وقف قدام البيضة اللي الدفعة دي بكش خطيرة. اوكي، فانا قلت اخش اجريسيف، احاول اعمل مشاكل. جه اكلت. جه هنا هذه كانت مسك، تقدمت بالملك عامل بيضة، وحاول اعمل اي مشاكل واشاكس. راح هو جه هنا بروك، ودي كانت مسك طالب البيضة بكش ليه؟ عشان انا لعبت هنا الاونلي موف، بعت البيضة بكش بعد تفكير يجي 5 6 ثواني. وقتي كام دلوقتي؟ وقتي 26 ثانية. 26 ثانية وعندي اهو بدأ سالك، وهنا بدأ سالك وبتدفع. لكن انا خفت من حاجة، خفت من وك هنا. انا هنا بصيت على الوقت، شفت على وك هنا ويراقب ايه، ويراقب البيدق. فلما يراقب البيدق انا المفروض بحمي، لكن ده كله مش في بالي. انا في بالي ان انا بخسر طيب. فهو راح مشي بالملك. هنا يجي بيقول لي البست تعالى كده، وبتدفع البيضة خلاص، ووك هنا ملهاش لازمة. لكن انا خفت على البيضة فروحت كسرت. قلت انا هاجي هنا بتيمبو، يجي بيقول لي اطلع البست هنا. انا جيت هنا بتيمبو على وك. راح لما جه حطيته كش. قلت بقى انا هنا انا بخسر، انا معايا 20 ثانية، معايا 20 ثانية لازم اتعادل. لان انا لو ما كسبتش لازم اتعادل. لازم اتعادل ليه؟ عندي 20 ثانية، لو عندي تفوق مش هلحق اجيبه. تفوق قعدت انا اقل في التفوق، العب نقلات غير دقيقة في نقلات غير دقيقة لحد ما التفوق راح. فانا هدفي الان مش الفوز، انا هدفي الان هو التعادل. فجه هنا طالب الوزير، قلت اديله كش، انا هحاول اتعادل بكل الطرق، قاعد بديله كش. معايا الان 13 ثانية بحاول اتعادل بحاول، لكن هو رافض التعادل. انا هنا قلت خلاص انا هتعادل، رحت قلت اديله كش على امل ان هو يجي كده وخلاص تعادل. لا، عطاني الكش دي مفيش تعادل. جيب الملك وقعدت اديله كش، انا قاعد ده كله باب ريموف. دلوقتي انا معايا كام؟ معايا 3 ثواني، انا قاعد باب ريموف كل نقله. جه هنا اتحركت بالملك، دي اصلا كانت ريموف يعني اصلا من غير ما اعرف هو عمل ايه. راح جه هنا رحت جيت هنا عايز اضحي، ضحيت بريموف. معايا 3 ثواني مفيش وقت، بحاول اعمل اي حاجة اخد استلميت، اكسب وقت اي حاجة. اكل. هو الان خلاص الموقف تبعه مكسب، خلاص 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 خلاص. والان وقت هنا يخلص، وهو هيلعب مات في واحد اصلا. يعني يلعب اي حاجة ما قدامكش مثلا غير هنا مات في واحد. وهنا انا خسرت تايم وخسرت موقف كل حاجة. انا بصراحة ما استغلتش الافضل اللي كان عندي، كان عندي تفوق كبير، معايا وزير. لكن انا لم استغل الموقف وضيعت وقت. وخصوصا خفت من الدفعات البيضاقية، خفت ادفع البيزا ويراقب، وحسبت ان انا هخسر تايم، فخفت من التايم. فما خدتش الشجاعة وما رضيتش ابقى اجريسيف، فانتهت بيا الافضلية. الى هنا كان سادتي ينتهي المباراة. شكرا لكم، اتمنى لايك والسبسكرايب يا شباب.